تمرير، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة مميزة لاعتزال الرجوية، تسديدة جول. لم تنفع 10 السنوات الماضية، لم ينفع حينما كان لاعبا سابقا في صفوف فريق الفتح. هذا آدم بتصويبة نافذة، نعم بتصويبة المميزة يضعها في الشباك. شوف الجماهير وفاضل السعيد يراقب ما يحدث. هي البداية، الرجاء يتقدم في الدقيقة 13 من عمر هذه المباراة. خطأ في التغطية دفاعية للفتح، ولكن أيضا إصرار للرجاء يتم التعامل معه. وآدم النفاتي لم يتردد، بل تمكن من زيارة الشباك بشكل مميز. طريقة التمرير منذ البداية كانوا متحررين باللمسة الواحدة، تمريرة عرضية بعد ذلك إبعاد خاطئ. آدم النفاتي يستلم وبالمقاس يضع الكرة في الشباك. اسم آدم بنية النفاتي يضع كرة بهذا الأسلوب في شباك الفتح الرياضي. 31 سنة، لاعب محاولة تعديل، ولكن الرجاء يبحث عن ثاني الأهداف. آدم النفاتي ينطلق الجهة اليسرى، منادات على الكرة ولكن كعزف بروكسود، تمريرة عرضية، فرصة جول. بوسمان سخي جدا ويضع ثاني الأهداف في شباك الفتح في الجهة اليسرى. كان فارغ أو كانت المساحة فارغة أمامه، وتمكن من زيارة الشباك. التموضع المثالي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب يجعل ساخو يضع الكرة في الشباك. باب أوسمان ساخو يستثمر كرة عرضية جانبية ويضعها في الشباك. السعيد حتى الآن كرة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وفي الشباك. الرجاء يعانق ثاني الأهداف، بل النسر الرجاوي يحلق عاليا في سماء البيضاء. وتمريرة مكعاسي الأسيست كانت مميزة. كرة في الشباك بانون مع بولكسوت يختار تمريره صوب آدم النفاتي، تمريره بالكعب ممتازه، محاوله بناء العمليه الهجوميه غلبه العددي. الان آدم النفاتي محاوله اختراق تمريره، جول ثالث. الرجاء يقسو على الفتح الرياضي، وآدم النفاتي تعامل بذكاء في عمليه هجوميه، لعبها بالكعب ثم بعد ذلك انطلق فريق الرجاء. آدم النفاتي حاول تمرير وفي الشباك ينهار الفتح الرياضي حتى الآن. ونتابع الإعادة، شوف بالكعب بعد ذلك تمريرة من ساخو في غياب التسلل، ينطلق، تصبح الغلبة العددية. آدم النفاتي يتريث، يمرر، وبعد ذلك النيران السليقة تكمل مسار الكرة وتكمل مسار هذه الكرة صوب الشباك ليضع الكرة في المرمى. اللاعب حذيفة المحساني يضع الكرة في الشباك معلنا عن ثالث الأهداف. أراد إيقاف هذه الكرة لكن سقط في المحظور، والكرة صوب المرمى. ثالث الأهداف الرجوية. الرجاء وأيضا بلاعبين لطالما أبدعوا ولطالما قدموا أنفسهم حتى أيضا مع المنتخب الوطني خاصة المحلي. كرة من جديد للفتح، محاولة ممتازة، جول للفتح. الفتح يسجل الهدف الأول، بكرة مميزة. هدف يأتي بهذا الشكل، 1 للفتح 3 للرجاء. كرة من جانب سرغات، تمكن من وضع الكرة في الشباك
هذا جانب من جماهير الفتح الرياضي التي تتابع المباراة في المدرجات. صرغات لعبها بذكاء، لعبها بذكاء ممتاز. 3-1 ردة فعل سعيد شيبة الآن، يقحم 3 ديال اللاعبين دفعة واحدة. شوف صراحة، شوف كيفاش لعبها ممتازة 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 ممتازة. خارج القدم في الزاوية البعيدة، في الزاوية البعيدة، في الزاوية البعيدة. هذه تدرس في كرة القدم في الزاوية 90. صرغات يضع الكرة، نعطيه حق جمالية هذا الهدف ونشوفوه الإعادة من مختلف الزوايا. يجي الهدف بالروعة من مكان من جانب فريق الفتح الرياضي، وصرغات هو من وضع الكرة في الشباك. أنس صرغات وضع الكرة في الشباك. شوي سابق تشفع على 10 سنوات والبدايات، وفضله غير راضي على ما حدث. يبادل الجماهير التحية والحب والاحترام. هنا انطلق، هنا قدم نفسه، هنا صنف كورته، ياخذ وقته. تمرير ياتي بيكون بهذا الشكل العملي هجوميه، محاوله الارسال عن طريق من فريق الرجاء الرياضي. كره الهدف، جول الرجاء. رابع الاهداف للرجاء. محمد فيصل يوسف ابو زريق يضع الكرة في الشباك. يعلن عن الهدف الرابع لصالح فريق الرجاء الرياضي. وكيف فعلها؟ باختراق، بانطلاقة سريعة، وبعد ذلك بالوصول داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بالشكل المناسب. لذلك أبو زريق يتمكن من زيارة الشباك بسيناريو رائع. الأردني الذي يظهر اليوم بقميص الرجاء وبيسرى ساحرة يضع الكرة في الشباك. 28 سنة وحضور مهم في الخط الأمامي.